لما كنت في يوم من الايام مكانك طالب في ثالثه اعدادي، كان نفسي يبقى ليا اخ كبير يذاكر لي ويحل معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا طلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع جمهوريه مصر العربيه. انا اخوكم الكبير محمود صابر، مدرس الكيمياء والعلوم المتكامله للمرحله الثانويه العامه والازهريه. لاول مره يا حبيب قلبي مع دفعه 2027 بامر الله هنبدا نشرح لك منهج العلوم الجديد اللي مسبب لك شويه خوف وشويه قلق كده. باذن الله هنكون معاك طول السنه فيديوهات شرح، وهنشرح لك كل المنهج من اول درس لاخر درس، وكمان هنراجع لك عليه، وعاملين لك كوميونتي حضرتك هتبدا تخش عليه على الواتساب. لو عندك اي سؤال هتتواصل معانا شخصيا. فقبل ما نبدا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يلا بينا نبدا. حبايبنا نبدا عندك في الدرس الاول، بس قبل ما نبدا الدرس الاول كان في جزء دلوقتي عندك تمهيدي، وخلي بالك احنا بامر الله هنشتغل من كتاب الامتحان. فحضرتك انا محتاج منك كتاب الامتحان ومحتاج منك كشكول عشان باذن الله تكتب كل الملاحظات ورايا. فركز بقى معايا وفوق صلي بينا على النبي. مصر هي الوحده الاولى او الدرس الاول اجماليا كده بيتكلم فيزياء ولا كيمياء ولا احياء؟ كيمياء. طيب معلش انا عندي شويه مشاكل في الكيمياء، ايه هي يا حبيب قلبي؟ والله يا اخويا الكبير احنا خلاص احنا اتفقنا ان احنا نبقى صراحه مع بعض. فانت بتقول لي ان انت عندك مشكله ان انت ما بتعرفش تكتب صيغ كيميائيه ومش حافظ تكافؤات وما بتعرفش تميز ما بين الفلز واللافلز، وعندك شويه مشاكل من الحاجات دي. طب حلها ايه؟ حلها انت لو دخلت على القناه بتاعتنا هتلاقي ان في كورس تاسيسي اصلا للمرحله الثانويه والاعداديه. فانت حضرتك هتخش تسمع الجزء لحد ما انا اقول طلبه الاعدادي تقف لحد هنا. طب معلش يا مستر انا مش محتاج ان انا اروح ارجع اسمع الكورس، خلاص ركز في الجزء التمهيدي اللي انا هشرحه لك ده دلوقتي. احنا ان شاء الله عليه خير في الجزء التمهيدي، احنا طالبين شويه حاجات بسيطه منك اقسم بالله مش هزود عليك. اللي هي ايه؟ رقم واحد يا عمنا، انا محتاجك تعرف تفرق. بصغر لك بس الخط شويه كده. محتاجك تعرف تفرق عندي بين الفلز واللافلز، ومحتاجك تعرف هو لو انا فقدت ايه اللي هيحصل ولو انا اكتسبت ايه اللي هيحصل. محتاجك تعرف شويه كلام عن حاجه اسمها المجموعات الذريه، هفكرك بيه ايه المجموعات الذريه. محتاجك يا عمنا تبقى عارف تكافؤات. تمام، عايز كمان محتاجك يا عمنا تبقى عارف تكتب صيغ كيميائيه. والله يا مستر انا مكسوف اقول لك، بس انا قسما بالله انا في حاجات كثيره من دي واقعه مني، خلاص هحلها لك ما تقلقش. محتاجك يا عمنا تعرف تتعامل مع حاجه اسمها المعادله الكيميائيه. واصلا الدرس الاولاني عندك هيتكلم على حاجه اسمها التفاعل الكيميائي وانواعه، فركز بقى معايا وصلي بينا على النبي. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده. بص يا عمنا، عندك نقاط هامه انت المفروض درستها. ايه هي يا مستر؟ رقم واحد، انا عايزك تفرق لي ما بين الفلز واللافلز. تقول لي والله يا مستر بص بصراحه يعني ما اكدبش عليك مش عارف الفرق ايه. هقول لك ركز بقى معايا. الجدول الدوري لما جينا اتكلمنا عليه كان فيه 118 عنصر. طيب ال 118 عنصر ده لما اسال اخويا الصغير دلوقتي، هو يا حبيب قلبي تفتكر ال 118 عنصر كلهم فلزات؟ تقول لي يا مستر اكيد لا. طب كلهم لا فلزات؟ تقول لي اكيد لا. امال ايه يا مستر؟ هقول لك ان ال 118 عنصر في منهم فلزات وده المعظم، في لا فلزات، وفي حاجه ولا هي فلزات ولا لا فلزات. تقول لي ايه ده؟ دي بوشين اي حاجه شبه كده اسمها اشباه فلزات. وانت عارف طبعا ان الكائن البيتوتي اللي ما بيحبش يتحرك ولا بيحب يتفاعل اسمها الغازات الخامله. ايوه يا مستر، انا محتاجك بقى تعرف مين؟ محتاجك تتكلم النهارده معايا يا مستر بصراحه على الفلزات، ومحتاجك تتكلم معايا النهارده يا مستر معلش على الفلزات. ومعلش لو انا بقول لك يا مستر عايز تقول لي يا محمود يا عم قول لي. انت ان شاء الله لما تخش بس ثانوي هنبقى ننفخها بامر الله. بص يا حبيب قلب اخوك، الفلزات او اللافلزات اللي انت جاي تتكلم عليهم دول يا مستر انا اعرفهم ازاي؟ خلينا نتكلم يعني على قدك، على قد ثالثه اعدادي. لو انا بتكلم على فلز ففي البدايه بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت عارف ان الغازات الخامله مستوى الطاقه الرئيسي. ايه مستوى الطاقه الرئيسي ده؟ لا ما انت خدت حاجه اسمها مستويات الطاقه اللي هي بتلف فيها الالكترونات. عارف ان مستوى الطاقه الرئيسي عندك مثلا لو في الغازات الخامله بيكتمل ب 8 الكترونات. قشطه تمام. طب معلش لو جيت سالتك بقى المستوى ده الطاقه الاخير لو كان فيه الكترون يا مستر او كان فيه 2 او كان فيه 3 ده بسميهم ايه؟ قال لك لو لقيت المستوى الاخير فيه الكترون او 2 او 3 اعرف ان انت بتتكلم عندك على مين؟ على الفلزات. طب تمام جميل. زي مين مثلا؟ هديك مثال زي الصوديوم. الصوديوم عدد الذري 11، تعرف توزع ال 11؟ تقول لي يا مستر هو انا بوزع ازاي؟ وزع يا لك مستويات الطاقه الرئيسيه. انت عارف ان مستويات الطاقه الرئيسيه اللي هم كي ال ام ان او بي كيو. انت عارف ان المستوى الاول بيشيل 2
والتاني بيشيل 8. 2 و8 ادي 10، يتفضل واحد. فكده المستوى الثالث يا مستر فيه الكترون. ركز، المستوى الثالث ده اسمه مستوى الطاقه الخارجي، في كام الكترون؟ الكترون واحد، اذا فلز، يبقى الصوديوم فلز. كلمنا عن المغنيسيوم، المغنيسيوم 12. كلمني عن الالومنيوم، الالومنيوم 13. وزع يا حبيب اخوك، وزع المغنيسيوم 12 كده. هتقول يا مستر 2 8 2، كده المستوى الاخير فيه كام الكترون؟ 2 فلز. الالومنيوم 13 2 8 3، كده المستوى الاخير فيه كام الكترون؟ 3، اذا فلز. طب بالنسبه للافلزات احنا هنعكسها، بس خلينا نتكلم شويه على الفلزات. ماشي يا مستر، كده احنا اتكلمنا شويه على الفلزات. اسالك بقى سؤال يا مستر، هو لو دلوقتي انا بتكلم الصوديوم ده مش هو اسمه فلز؟ تخيل معايا معلش، هو عايز يبقى المستوى الاخير في 8 الكترونات، الاسهل له يكتسب 7 عشان يبقى الواحد ده 8، ولا يفقد الواحد ويبقى المستوى الاخير 8؟ تقول لا مستر، ما الاسهل يفقد الواحد بدل ما لسه هندور له على 7 الكترونات يكتسبهم. فاقول لك صح، يبقى كده الفلزات تفقد ولا تكتسب؟ لا يا مستر، الفلزات تفقد الالكترونات. خد بقى قاعده عندك حبيب قلب اخوك، مفروض ان الذره المتعادله الموجب فيها قد السالب، فحضرتك لما هتجي تفقد الالكترونات السالبه هيتفضل ايه؟ الموجب. فعشان كده يا عمنا الفلز لما بيفقد الكترونات بيتحول الى ايون. ايون يبقى الفلز لما يفقد بيتحول الى ايون. ايون ايه؟ موجب. الايون الموجب ده سامحني في اللفظ اللي هقوله لك، والله معلش انا اسف، اسمه كاتايون. وانت صح عشان تطلع ثانوي بتتكلم صح. يبقى ركز، يبقى انت عندك فلز، بعرف ازاي الفلز؟ هتلاقي ان مستوى الطاقه الاخير في الكترون او 2 او 3، اللي بيحصل لهم بيتفقد الكترونات متحوله الى ايون موجب اسمه كاتايون. عايز اتكلم معاك ان الفلزات خلي بالك، لو بتكلم على الخواص فالفلزات هتلاقيها صلبه، كل الفلزات هتلاقيها صلبه ما عدا، دي استثناء وزودها عندك ملحوظه ليك، ما عدا الزئبق. طبعا انت عارف الزئبق اللي هو بيبقى في الترمومتر الطبي ده، عارف لما حد بدرجه حرارته بتزيد او بيسخن كده فوالدتك بتجري بسرعه تجيب ترمومتر الطبي وتقيس درجه حرارته؟ هي بالظبط كده، الترمومتر اللي جواه ده بيكون يا عمنا جواه معدن، او جواه انا اسف لك فلز، اسمه فلز مين؟ الزئبق. فلز الزئبق ده يا عمنا بيكون سائل. يبقى جميع الفلزات صلبه ما عدا الزئبق سائل. كمل بقى معايا، قال لك ان الفلزات، وليكن بتكلم على الذهب، الذهب ده مش قابل للطرق والسحب والتشكيل؟ ايوه يا عمنا مصر، احنا بنجيب الذهب ده لو جبناه يعني بنعمل منه حلقان وخواتم وسلاسل وغوايش وهكذا. فيا عمنا الفلزات قابله للطرق والسحب. اكتب ورايا يا حبيبي، قلت لك هات لي كشكول اكتب ورايا، قابله للطرق والسحب والتشكيل. قشطه يا مستر. طيب هو الذهب ده حبيب قلب اخوك يعني حلاوته في ايه؟ والله يا مستر حلاوه الذهب ان انت من بعيد كده بتشوف حاجه بتلمع، فصح. يبقى الفلزات يا عمنا، الفلزات لها بريق، لمعان يعني. طيب اسالك بقى سؤال تاني، هي الفلزات بتوصل التيار الكهربي، او بمعنى صح بتوصل كهرباء وحراره؟ تقول لي ايوه يا مستر، الحله الالومنيوم يا مستر دي احنا بنسخن فيها الاكل، فهي يا مستر جيده التوصيل للحراره والكهرباء. قشطه عليك، قشطه عليك، قشطه عليك يا حبيب والديك. ركز كده، احنا خلصنا على الفلزات. تعرف تاخد سكرين شوت او صور الجزء ده، يلا وصور الجزء ده، صور. يبقى كده يا عمنا الفلزات تفقد الكتروناتها، مستوى الطاقه الاخير في الكترون او 2 او 3، وخدنا امثله. لما بتيجي تفقد الكترونات مستوى الطاقه الاخير بتبقى شبه يا مستر عندك مين؟ قال لك يا مستر المستوى الاخير بيبقى فيه 8 الكترونات وبتتحول لايون موجب اسمه ايه؟ كاتايون. يلا الخواص بتاعتها، مستر الفلزات جميعها صلبه ما عدا الزئبق سائل. كمل، قابله للطرق والسحب والتشكيل، لها بريق معدني، وجيده التوصيل للحراره والكهرباء. خش على الفلزات، خش يا عمنا، يلا يلا اتكلم اشرح. لا بس ما خدتش الفلزات، يلا انت مش خدت الفلزات اعكسها. خش بعد كده عندك على اللافلزات اهو، لافلزات. مستر اللافلزات هتلاقي ان مستوى الطاقه الاخير لا يكون في 5 الكترونات، لا 6 الكترونات، لا 7 الكترونات. ليه مش 8؟ يلا ما هو لو 8 هيبقى يكتمل، ولو انت اكتملت يبقى انت غاز خامل. خد عندك قاعده. طب ليه مش 4؟ لان معظم الاربعه هتلاقيهم اشباه فلزات، يبقى 1 او 2 او 3 فلزات، 4 او 5 او 6، انا اسف 5 او 6 او 7، 5 او 6 او 7 لا فلزات.
ماشي يا مستر. زي مين مثلا؟ تعال ناخد امثله لحد ما تشبع. خد يا عم امثله. عندك مثلا ادي الكلور 17، عندك مثلا ادي الكبريت 16، عندك مثلا الفسفور 15. ما تحفظ. يلا وزع يا حبيب قلبي. لو جينا وزعنا الفسفور 15 2 8 5 اهو. انا معلش انا بجري معاك بس انا عايزك عيل كده فايق، ما احنا عايزين اخر السنه اوائل الجمهوريه تبقى باذن الله طالعه من عندنا، فركز. يبقى الفسفور 15 2 8 5، الكبريت 16 2 8 6، الكلور 17 2 8 7. حبيب قلبي انا عارفك عيل نبيه، والله عارفك عيل نبيه وما بتقلبش على التيك توك كده كتير. الخمس الكترونات دول افقدهم عشان ابقى شبه يا مستر عندك مستوى الطاقه الاخير يبقى فيه 8 الكترونات، ولا اكتسب 3 اسهل؟ افقد 5 ولا اكتسب 3؟ لا اكتسب 3 اسهل. فعمنا كده اللف للذات تميل الى فقد ولا اكتساب؟ لا يا مستر، اللف للذات تميل الى اكتساب. يعني مثلا ده عنده 6 الكترونات يكتسب 2 اسهل، ده عنده 7 الكترونات يكتسب 1 اسهل، وهكذا. مستر الموجب قد السالب زي ما انا شرحت لك في الكورس التاسيسي وارجع له. لو انت اكتسبت الكترونات سالبه كده يبقى مين اللي زاد؟ السالب. فهتلاقي ان اللف للذات لما بتكتسب بتتحول الى ايون سالب. الايون السالب ده اسمه انايون. اوعى تتوه عشان اقسم بالله ما اجريش وراك. قلت لك عندك الفلزات تتحول لايون موجب اسمه كاتايون، اللفلزات تتحول الى ايون سالب اسمه انايون، وهكذا. يلا اشتغل بقى معايا. هناك يا مستر كانت مواد صلبه، هنا صلبه وغازيه ما عدا البروم سائل. يبقى صلبه وغازيه ما عدا البروم مين؟ سائل. مين البروم ده؟ عنصر. يبقى هنا يا مستر صلبه وغازيه ما عدا البروم سائل. هناك يا مستر كانت قابله للطرق والسحب والتشكيل، هنا غير قابله للطرق والسحب والتشكيل. هناك كان ليها مستر لمعان وبريق، هنا ملهاش لمعان وبريق. هناك كانت جيده التوصيل للحراره والكهرباء، يبقى هنا غير جيده التوصيل للحراره والكهرباء اللي هي رديئه. طبعا عندك استثناء بس الاستثناء مش هنقوله لك دلوقتي. يا مستر الفلزات ينتهي مستوى الطاقه الاخير في ذرتها بعدد 1 أو 2 أو 3 الكترون، توجد جميعها في الصوره الصلبه. قلت لك ما عدا مين؟ ما عدا الزئبق سائل. وادي الامثله عندك باستثناء عنصر الزئبق. تمام. خلي بالك يا عمنا ان اللفلزات ينتهي مستوى الطاقه الاخير بعدد 5 أو 6 أو 7 الكترونات، بس خلي بالك ان الهيدروجين برضو استثناء. الهيدروجين عدده الذري 1. الهيدروجين عدد الذري 1. وزع الواحد. المفروض تقول لي يا مستر فلز، اقول لك لا، ما هو ده استثناء برضو. الهيدروجين تبع مين؟ اللفلزات. قال لك باستثناء الهيدروجين عندك اللي عدد الذري 1، والكربون خلي بالك عندك بيكون فيه 4 الكترونات. مثلا انت مش المفروض قلت لي ان الاربعه يبقى اشباه فلزات؟ قلت لك مش كلهم. يعني عندك مثلا الكربون 6 2 4. طيب انت لقيت الاربعه دول ولقيت هنا 1، دول استثناء، اعرفوا ان هم تبع الفلزات. فخلاص انت لما تشوف 5 أو 6 أو 7 لا فلزات، وضيف لهم الهيدروجين والكربون. لقيت 1 2 و3 فلزات. خلاص يا عمنا. ادي عندك توجد في الصورتين الصلبه والغازيه. عندك ادي الامثله باستثناء عنصر البروم، ده بيكون مين؟ سائل. طيب يا مستر الفلزات تميل ايه؟ الفلزات تميل للفقد، ولما بتفقد بتتحول الى ايون موجب. فقدت الكترون يبقى بقيت موجب 1، فقدت 2 بقيت موجب 2، فقدت 3 بقيت موجب 3. مش فاهم؟ افهمك عشان انا اصلا ما وريش غيرك. اهو الصوديوم هيفقد الكترون فيتحول لايون الصوديوم موجب 1. المغنيسيوم هيفقد 2 الكترون فيتحول لايون المغنيسيوم موجب 2. الموجب ايون المغنيسيوم الموجب. الالومنيوم هيفقد 3 الكترونات فيتحول لايون الالومنيوم موجب 3. طب يا مستر بالنسبه للباقيين دول، الفسفور هو عدد دلوقتي مستوى الطاقه الاخير في 5 الكترونات، هيكتسب 3 فبتحط شحنه سالبه لو انت يا عمنا اكتسبت 3 الكترونات، وهكذا وهكذا وهكذا. فقال لك يا عمنا بيميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي فتتحول الى ايونات موجبه. تمام. خلصنا. ادي الايون الموجب عرفه اللي هو اسمه الكاتايون. قال لك ده يا مستر بيكون عندك فلز فقد، اهو ذره عنصر فلزي مالها؟ فقدت ايه؟ الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. اعكس الكلام عندك على اللفلزات، وادي تعريف الايون مين؟ السالب. طب يا مستر خش بعد كده. ادي الامثله اللي احنا خدناها، ادي الامثله كلها اللي احنا خدناها. ادي مثلا امثله برضو عندك على الكاتيونات وعندك على الانيونات، يبقى برضو بص لها عليها. ركز بقى معايا دلوقتي عندك على حاجه اسمها المجموعات مين؟ الذريه. يعني ايه بقى مجموعه ذريه؟ من اسمها مجموعه ذريه، يبقى مجموعه من الذرات ارتبطت مع بعض. وخلي بالك ان المجموعات الذريه بيبقى ليها تكافؤ، ليها شحنه. والتكافؤ انت اكتب ورايا
لا يكون احادي، لا يكون ثنائي، لا يكون ثلاثي. يبقى يا مستر نعم، ايه المجموعه الذريه دي؟ اقول لك يا حبيب قلبي، عندنا حاجه اسمها المجموعات الذريه. طيب مسترنا يعني مجموعه ذريه؟ مجموعه من الذرات ارتبطت مع بعض وتسلك سلوك الذره الواحده. مش فاهم؟ افهمك. يعني لو جيت قلت لك كده يا حبيب قلب اخوك، معاك اكسجينه هترتبط مع هيدروجينه، كونه عندك مجموعه ذريه، واعرف بس معلش معايا ان المجموعه دي اسمها مجموعه الهيدروكسيد احاديه التكافؤ بالسالب. عندك مجموعه ذريه اسمها النترات NO3 -1 برضو احاديه. عندك مجموعه ذريه اسمها النيتريت، معلش احفظ، يبقى ده هيدروكسيد اهو، هيدروكسيد، ده نترات، ده نيتريت. ماشي. عندك كمان مجموعه ذريه اسمها البيكربونات، وبرضو دي احاديه اهي، بص بي كربونات، عشان في حاجه اسمها كربونات، فرق في كربونات، دي البيكربونات دي احاديه. طيب واخد بالك يا حبيب قلبي ان المجموعات الذريه دي سالبه الشحنه؟ ايوه يا مستر كلهم سالبين. طيب ماشي كمل بس معايا. يبقى دي كده المجموعات الذريه الاحاديه. في تاني بس انا مش عايز منك غير دول دلوقتي. في مجموعات ذريه ثنائيه، يلا اكتبهم ورايا، اكتبهم حطهم في كشكول، اكتب بقى اكتب عليه اسمي كده، فاهم؟ كشكول مستر محمود صابر، كشكول محمود صابر، كشكول اخويا الكبير، اكتبه يلا. المجموعات الذريه مستر ثنائيه التكافؤ، عايزك تحفظ الكربونات اللي هي CO3 -2، والكبريتات SO4 -2، والكبريتيت معلش انا غلس، الكبريتيت SO3 -2. حلو قوي. وعندك مجموعه ذريه خلي بالك ثلاثيه التكافؤ اهو، ثلاثيه. مين يا مستر المجموعه الذريه الثلاثيه؟ هي واحده بس اللي انا عايزك تعرفها، اللي هي مجموعه اسمها مجموعه الفوسفات BO4 -3. مستر انا ملاحظ حاجه، كل المجموعات الذريه اللي انت كتبتهم كلهم يا مستر شحنتهم سالبه. عندك حق، فخد بقى الملحوظه دي عندك وزودها بالله عليك. عندك مجموعه ذريه اسمها مجموعه الامونيوم، الامونيوم مش الامونيا، الامونيوم NH4 موجب، دي اسمها ايه؟ اسمها الامونيوم. ودي المجموعه الذريه الوحيده الاحاديه التكافؤ موجب، هي عموما المجموعه الذريه الوحيده الموجبه. حلو قوي يا مستر الكلام الجميل ده. معلش صورها لي، صور يلا، صور هنا وصور يلا هنا، وقف الفيديو وصور. ماشي. طيب عندك يا حبيب قلب اخوك اهو، عندك مجموعات ذريه موجبه، مجموعات ذريه سالبه. المجموعات الذريه الموجبه الامونيوم، وعندك الذريه السالبه الاحاديه الاول الهيدروكسيد والنترات والنيتريت والبيكربونات، وعندك الكربونات والكبريتات والكبريتيت دول يا عمنا الثنائيه، وعندك الفوسفات الثلاثيه. مستر خشينا على جزء جديد مهم والله العظيم قوي قوي قوي، ازاي بنكتب الصيغه الكيميائيه. مستر ما بعرفش اكتب الصيغه الكيميائيه بصراحه، اخش لك كده والله يا اخويا كبير انا ما بعرفش اكتب المركب، ما بعرفش، مش فاهم. هتقول لي كلوريد الحديد، هقول لك ما بعرفش اكتبه. خلاص سهل الموضوع بسيط، ما تصعبش الدنيا على نفسك، عشان اقسم بالله الموضوع ابسط مما يمكن. انا باذن الله عايز الناس اللي بتسمع قدامنا دي، والله بص صدقني انا كده كده، انت لو بالنسبه لي قاعد بتذاكر وشاطر، انت كده كده يعني حبيب اخوك بجد. وهتمنى ان شاء الله في اخر السنه تفرحني بمجموعك وتبعت لي تقول يا مستر انا جبت كذا، لان احنا بامر الله هنشتغل سنه كامله مع بعض، فاحنا هيبقى في بص ما بيننا قصص. اشتغل بقى ورايا واحده واحده. عايزين نتعلم يا مستر نكتب الصيغ الكيميائيه. ازاي يا مستر بنكتب صيغه كيميائيه؟ اقول لك الموضوع بسيط. هو يعني ايه صيغه كيميائيه اصلا؟ قبل بس ما اتكلم عندك على الصيغ الكيميائيه، انا كلامي هنا على المركبات اسمها المركبات الايونيه، مش قصه فك. عايز ايه برضو؟ عايز اعرفك حاجه، ان انت لما بتيجي تكتب صيغه كيميائيه، الصيغه الكيميائيه دلوقتي اللي عندك في البدايه بتكتب الايون الموجب، وده كلام على قدك دلوقتي، عشان الكلام ده المفروض ان شاء الله لما تخش ثانوي هتعرف ان في شويه حاجات اكتر. بتكتب في البدايه الايون الموجب يليه الايون السالب. مش فاهم؟ ما تيجي تقول لي كده اشهر مركب انت عارفه. مستر اشهر مركب انا عارفه كلوريد الصوديوم، ده عارفينه كلنا، كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم. الصوديوم ده رمزه ايه؟ ان والكلوريد سيل. عايز افهمك حاجه، انت لما بتيجي تكتب الصيغه الكيميائيه انت في البدايه بتكتب الفلز يليه اللافلز. مش انت عارف ان الصوديوم ده عدد ذري 11 2 8 1؟ انتهى بواحد، يبقى ايه؟ فلز.
الكلور ده عدد ذري 17، انا اللي بقول لك 2 8 7 يبقى لا فلز. يبقى احنا في البدايه بنكتب الفلز ثم اللافلز اللي هو الايون الموجب. ما هو يا مستر ده فلز هيفقد وده لا فلز هيكتسب، فموجب مع السالب فبيرتبطوا مع بعض. ماشي يا مستر، بس تمام احنا كتبنا ده كلوريد الصوديوم، بس انا في مركبات ما بعرفش اكتبها عشان مش حافظ تكافؤات. اقول لك سهله، ما تخافش ما تخافش. يعني لما اجي اقول لك مثلا كده اكتب لي كلوريد الكالسيوم، واكتب لي مثلا اكسيد المغنيسيوم، واكتب لي مثلا كبريتات الصوديوم. تقول لي يا مستر انا عندي مشكله، انا مش حافظ تكافؤات. اقول لك والله وانا عندي مشكله ان انت لازم تحفظ التكافؤات. طب انا معلش يا مستر اجيبهم منين التكافؤات دي؟ انا مش فاكرها. هقول لك ارجع للكورس التاسيسي، هتلاقي ان الملزمه بتاعت الكورس هتلاقي فيها جميع العناصر اللي انت المفروض تحفظ تكافؤها مع المجموعات الذريه اللي انا محافظها لك هنا بس. يعني انت هترجع هناك هتحفظ بس العناصر وتكافؤاتها اللي احنا برضه هنبعتها لك ان شاء الله على الجروب اللي هيكون على الواتساب اللي انت لازم تخشه. طيب كلوريد الكالسيوم مستر ده صيغ كيميائيه اتعامل معاها ازاي؟ ادي الكالسيوم، هو الكالسيوم صيغته ايه او يعني بيتكتب ازاي؟ الكالسيوم ده عنصر يا مستر رمزه Ca، والكلوريد Cl. بس انت عملت ايه؟ انا الكالسيوم نزلته تحتيه والكلوريد نزلته تحتيه، انا حافظ. حابب اقول لك ان الكالسيوم، انا اللي بقول لك لحد ما تحفظ، الكالسيوم تكافؤه ثنائي والكلوريد تكافؤه حادي. ايوه اعمل ايه بقى؟ خلي بالك بقى عشان خاطر ربنا، لما بتيجي تكتب المركب بتبدل التكافؤات تاني. لما بنيجي نكتب المركب بنبدل التكافؤات. فكده الكالسيوم هياخد واحد والكلور هياخد هو الاثنين. كده كده الواحد ما بيتكتبش فهيفضل Ca. لما الكلور ياخد الاثنين فهيبقى CaCl2. تمام يا مستر؟ الحمد لله كده اتظبطت دي. يلا اكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم رمزه ايه؟ المغنيسيوم Mg، والاكسيد اللي هو الاكسجين اكسيد اكسجين O. خلاص يا مستر خلصت. ايه ده؟ اسأل عن التكافؤات. يبقى رقم واحد اسفل كل كلمة يكتب رمزها، اسفل كل كلمة يكتب رمزها. رقم اتنين اسأل عن تكافؤات. رقم ثلاثة ابدل التكافؤات. رقم اربعة اذا وجد اختصار اختصر. يلا اكتب ورايا كده، يلا اكتب، هات الورقة واكتب عشان اكتب صيغة كيميائية. اكتب عشان اكتب صيغة كيميائية. رقم واحد اسفل كل رمز، اسفل كل انا اسف، اسفل كل كلمه يكتب رمزها، اسفل كل كلمه يكتب رمزها. رقم اتنين يا عمنا، رقم اتنين بنكتب التكافؤات. رقم ثلاثة بنبدل التكافؤات. رقم أربعة إذا وجد اختصار بنختصر. مش فاهم رقم أربعة مستر؟ المغنيسيوم ده تكافؤ ثنائي والأكسجين تكافؤ ثنائي. مش أنت يا اسطى ثنائي وأنت ثنائي؟ نكتب بقى مستر Mg2O2. مفيش الكلام ده. أمال إيه؟ بنختصر، بنطير الاثنين مع الاثنين. مش انا قلت لك اخر خطوه اذا وجد اختصار اختصر؟ اختصرنا. فهتبقى الصيغه MgO. دخلنا على كبريتات الصوديوم. الصوديوم رمزه Na، والكبريتات لسه محفظها لك SO4. طيب يا مستر عايز ايه؟ عايز اعرفك دلوقتي عندك ان الصوديوم ده تكافؤ احادي والكبريتات ثنائي. خلاص يا مستر، يبقى رقم واحد اسفل كل كلمه يكتب رمزها. تمام. بسأل عن التكافؤات. رقم ثلاثة ببدل التكافؤات. فكده الصوديوم هياخد 2 والكبريتات هتاخد 1. خلاص الكبريتات هتاخد 1 كده كده، مش الواحد ما بيتكتبش. الصوديوم هو بس اللي هيبقى ياخد الاثنين فهيبقى Na2SO4. حلو قوي، حلوه كمان. طيب يلا اخر مركب خش. نكتب مين مثلا؟ نكتب مين؟ نترات الالومنيوم. يلا يا عم، الالومنيوم رمزه ايه؟ Al، والنترات NO3. الالومنيوم تكافؤ ثلاثي والنترات احادي. ابدل التكافؤات. خلاص بس الالومنيوم لما هياخد 1 هيفضل زي ما هو. النترات دي NO3 هتاخد كام؟ 3. مستر اكتبها كده؟ اقول عليك ايه يا بعيد؟ اقول عليك ايه بس؟ اقول عليك ايه؟ يعني ينفع تكتب الثلاثه تحت الثلاثه كده؟ تقول لي لا مستر مش دي مجموعه ذريه؟ لو هتكتب رمز تحت لازم المجموعه الذريه تحطها ما بين اقواس، حزمها، فاهم؟ حزم المجموعه الذريه، حطها بين اقواس واكتب الرقم. كده حبيب قلبي احنا اتعلمنا ازاي بنكتب الصيغ. انا مبسوط بيك واقسم بالله لو انت فايق معايا كده وبتجاوب. يلا ركز اهو يا عمنا، كل الكلام الجميل الحلو ده. الصيغه الكيميائيه قلت لك تبدا من اليسار برمز الفلز وتنتهي على اليمين برمز اللافلز. بندخلهم مع بعض كانها بازل معايا. طيب وادي الامثله عندك. دخلنا بعد كده عندك على انواع المركبات وصيغتها وطريقه كتابه الصيغه الجزيئيه. طيب عندك بس انواع المركبات، انا عايز بس اعرفك ان في مركبات يا عمنا اسمها الاحماض.
اه يا مستر عارف الاحماض. واقول لك على حاجه كمان يا مستر، في حاجه اسمها القلويات، وفي حاجه اسمها الاكاسيد، وفي حاجه اسمها الاملاح. طيب يا مستر معلش انا اعرفهم بقى من بعض ازاي؟ هفهمك دلوقتي. الحمض يا حبيب قلبي، الحمض قال لك اول حاجه مثلا عندك امثله زي حمض الهيدروكلوريك، زي حمض الكبريتيك، زي حمض النيتريك. واخد بالك ان الاحماض تبدا بهيدروجين؟ يعني انت لو شفت حاجه بتبدا بهيدروجين بالنسبه لمنهجك دلوقتي فهو حمض اهو، ده كده حمض. طبعا ده ما عدا الميه، الميه يا مستر H2O بس مش حمض معايا. يبقى بص عندك قال لك تبدا بالهيدروجين، بعد كده يليه على اليمين رمز الايون، رمز الانيون، بس ما عدا الاكسجين. يعني ايه مستر؟ يعني انيون، يعني لا فلز اكتسب. يعني مثلا قلت لك كده هات لي لا فلز، ادي الهيدروجين، هات لي لا فلز تقول لي الكلور مثلا اكتسب فيبقى ال HCl. بس مستحيل الميه، انا اسف مستحيل الاكسجين، لان انت لو قلت له الهيدروجين يليه الاكسجين كده بقت ميه ما بقاش حمض، صح ولا لا؟ عشان كده بص بيقول لك ايه، تبدا بكاتيون الهيدروجين يليه على اليمين رمز الانيون العنصر ما عدا مين؟ ما عدا الاكسجين، او صيغه انيون المجموعه الذريه زي مثلا اهو H2 ادي المجموعه الذريه، HNO3 دي المجموعه الذريه، بس برضو ما عدا المجموعه الذريه اللي هي ال OH. ليه؟ لان انت لو حطيت H وحطيت معاه OH برضو هترجع ان انت مين؟ ميه. عندك بعد كده القلويات، هتلاقي ان القلويات يا حبيب قلبي تبدا برمز كاتيون العنصر زي مثلا الصوديوم، الكاتيون اللي هو الفلز اللي فقط، بعد كده بتنتهي ب OH. ريح مخك، بص القلويات هتلاقي بتنتهي ب OH، وعندك الاحماض هتلاقيها بتبدا ب H. الكلام ده ما عدا مين؟ الكلام ده يا عمنا ما عدا الميه. الميه تشوفها دي تبع نفسها. ايه الاكاسيد دي؟ اكاسيد يبقى حاجه ارتبطت بالاكسجين، يعني مثلا زي ثاني اكسيد الكربون، اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكبريت، دي اسمها اكاسيد اهو، تبدا بعنصر فلزي او لا فلزي وتنتهي باكسجين زي الامثله اهي. عندك اكاسيد فلزيه زي اكسيد الزئبق واكسيد المغنيسيوم، وعندك اكاسيد لا فلزيه زي ثاني اكسيد الكربون وثالث اكسيد مين؟ الكبريت وثاني اكسيد الكبريت. بعد كده عندك الاملاح يا حبيب قلبي. مصر اعرف الاملاح ازاي؟ ولا حمض ولا قلوي ولا ميه ولا اكسيد، يبقى اكيد ايه؟ ملح. زي مثلا ملح كلوريد الصوديوم اهو، هتلاقيه بيبدا عندك بايون موجب وايون سالب، تبدا برمز او صيغه كاتيون القلوي والذي قد يكون ايون موجب لعنصر فلزي او ايون مجموعه ذريه موجبه، يليه رمز او صيغه ايون الحمض. مش محتاجينها دلوقتي قوي بصراحه ففكك منها، ادي شويه اسئله قيم نفسك عشان تبقى فاهم الكلام. دخلنا بعد كده عندك برضو في التمهيد على حاجه اسمها المعادله الكيميائيه. ايه موضوع المعادله الكيميائيه دي؟ والله محتاجك بس تعرف حاجات في المعادله الكيميائيه، ان انت في المعادله الكيميائيه بتبدا بحاجه اسمها المتفاعلات وبتنهي بحاجه اسمها النواتج. مش فاهم؟ يلا افهم يلا. اخواتنا البنات، انت دلوقتي لما بتيجي تعملي صينيه كيك وانا عارف انت هتطلعيها محروقه، بتعملي ايه؟ بتجيبي البيض، بتجيبي الدقيق، بتجيبي البيكنج باودر واللبن، دي اسمها المتفاعلات، تخلطيهم مع بعض. خلاص كده طلعنا الكيكه، تقولي لا يا مستر بندخلها الفرن، معرفش تقعد قد ايه بقى. طب ليه بندخلها الفرن؟ اصل الكيكه دي عشان تستوي محتاجه ظروف ملائمه عشان تستوي، محتاجه ايه؟ تقولي محتاجه حراره، عشان كده بندخلها الفرن. فاهم؟ وفي الاخر هتطلعيها محروقه برضه. فعشان كده يا حبيب قلبي عندك حاجه اسمها المتفاعلات اللي بتدي نواتج. وعلى السهم، على السهم بيكون عندك ظروف التفاعل زي الحراره مثلا، زي ما انت خدت في اولى اعدادي او ثانيه اعدادي عامل حفاز، تمام؟ عامل حفاز اهو، او زي الضغط اللي هتلاقيه برمز البي. هنكتب الكلام ده كله اهو. بص عندك مثلا ده سهم بيوري لك ان المتفاعلات هتدي ايه؟ نواتج. في حاجات بقى بتتكتب على السهم، لو لقيت المثلث ده اعرف ان ده حراره يبقى التفاعل يلزمه تسخين. لو لقيت الاختصار ده اختصار كلمه اسمها كلمه كاتاليست، وكاتاليست يعني عامل حفاز. لو لقيت كلمه دايل معناه مخفف جايه من دايليوشن، يعني ايه يا مستر؟ يلا عملت كوبايه مانجا تقيله، دي مركزه ولا مخففه؟ مركزه. طب لو الكوبايه دي انت مزود فيها الميه، المانجا دي مزود فيها الميه، تقول لا دي مخففه. بص يبقى لو انا حاطط دايل يبقى ده يا عمنا مثلا الحمض اللي معايا ده مخفف او القلوي اللي معايا ده مخفف. لكن لو لقيت كونك جايه من كونسنتريشن تركيز معايا او كونسنتريتد مركز كونك، دي معناه ان الحمض اللي معاك او القلوي اللي معاك مركز. طيب لازم وانت بتكتب المعادله بنكتب حاجه اسمها الحالات الفيزيائيه. يا مستر الحالات الفيزيائيه دي هي حالات الماده ايه ياض؟ تقول لي صلبه او سائله او غازيه او يا مستر بخاريه. ايه بخاريه دي؟ مستر هو في فرق ما بين الغازيه والبخاريه؟ اقول لك اه. طيب انا اعرفها امتى؟ هتعرفها في ثانوي اكتر، بس انا احب اقولها لك دلوقتي. لو انا اتكلمت معاك على الميه بنقول عليها غاز الميه ولا بخار الميه؟ بتقول لي بخار الميه، لما تسخنها بتقول عليها بخار ميه. طب الاكسجين؟ لا بتقول لي غاز الاكسجين.
طب اشمعنى؟ هتقول له اصل ربنا خلق الاكسجين غاز، فاللي ربنا خلقه على الحاله الغازيه بنقول له عليه غاز. لكن لو في حاجه هي المفروض اصلا كانت سائله زي الميه او صلبه، انت قعدت تسخنها لحد ما اتحولت لحاله شبه الغاز، ما ينفعش نقول عليها غاز، بنسميها بخار. عشان كده الحديد لما بيتسخن قوي 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 يطلع غازات، ما بنقولش عليها غازات الحديد، بنقول عليها ابخره الحديد. معايا؟ فعندك الماده الصلبه بنرمز لها بالرمز اس، اختصار سوليد. الماده السائله بنرمز لها بالرمز ال، اختصار ليكويد. الماده الغازيه بنرمز لها بالرمز جي، اختصار جاز. عندك الماده البخاريه بنديها الرمز في، اختصار فيبور. عندك المحلول المائي. مستر مش عارف يعني ايه محلول مائي. اقول لك يعني محلول مائي، معاك سكر حطيته في ميه، قلب داب، مش داب داب والله العظيم يا مستر، يبقى سكر ولا ميه؟ تقول لي ولا سكر ولا ميه، بقى اسمه محلول سكري. ده اللي ان شاء الله انت بتشربه لما بيغمى عليك. يبقى ركز بقى عندنا يا عمنا، المحلول السكري او المحلول عموما يعني اي ماده دابت في الميه او اي ماده دابت في حاجه بنسميها محلول، بنديها الرمز الاي كيو، جايه من اكواس. طبعا منها لازم المعادله طبعا الكيميائيه تكون موزونه يا مستر، عشان بنحقق قانون اسمه قانون بقاء الكتله. يعني ايه بقى قانون بقاء الكتله؟ افهمك. قاعه بتشيل 50 عيل، دخلها ال 50 عيل ده وانا معاكم، دخلنا احنا يا عمنا يلا خدنا بعض كده ودخلنا جوه قاعه، كنا عددنا 50. بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك في عددنا. طيب دخل مدير السنتر او دخل الناس يعني اللي بتشوفنا، لقونا ما فيش واحد في القاعه، ده معناه خرج كام واحد من القاعه؟ تقول له مثلا انتوا داخلين كام؟ اقول لك 50، يبقى خلاص طول ما فيش حد في القاعه يبقى خرج 50. يعني بمعنى صح عدد الافراد اللي داخله هي عدد الافراد اللي خارجه، نفس القصه، هي نفس القصه والله. عدد الذرات اللي داخله في التفاعل هي عدد الذرات اللي هتخرج في التفاعل. ده اسمه قانون بقاء مين؟ قانون بقاء الماده. اهو هي معادله كيميائيه رمزيه يتساوى فيها اعداد ذرات كل عنصر من عناصر المواد اللي داخله في التفاعل مع اعداد ذرات نفس العنصر في المواد الناتجه مين عنه. ما تسرعنيش انا بتكلم بسرعه، سامعك يعني اللي عاملنا على اكس 2. لازم طبعا يا مستر المعادله الكيميائيه تبقى موزونه، يعني مثلا هنا 2 نيتروجين، هنا واحده نيتروجين، يبقى اكيد المعادله دي غلط. طب عشان اوزنها لازم اللي بره يبقى زي اللي جوه، او اللي قبل السهم يبقى زي اللي بعد السهم. يعني هنا نيتروجين واحده، هنا 2، فلازم اضرب هنا في 2. 3 في 2 بيبقوا 6 هيدروجين، 6 هيدروجين، لكن دي 2 هيدروجين، الاثنين دي اضربها في كام تبقى 6؟ اضربها في 3. اهي ادي المعادله. وهترجع للكورس هتلاقيني بص احنا ماسكينها بالسنتوفه بالكلمه بالحرف، وبنشرح معاك وبنحل معاك كتير. كده يا حبيب قلبي ابو الحق، يبقى يعني بص احنا كده في حصه خلصت، احنا كده خلصنا الحصه التمهيديه عشان نخش بامر الله عندك على الدرس الاول. وخلي بالك مش هنخلصه كله، هناخد ان شاء الله الجزء الاولاني في الدرس الاول اللي هو انواع التفاعلات مين؟ الكيميائيه. ركز بقى معايا وصلي بينا على النبي، حاول تفصل نفسك 5 دقايق كده، روح هات كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه النسكافيه، بس ما تلعبش كتير وارجع لي تاني بسرعه. نبدا دكاترتنا وباشمهندسينا عندك في الدرس الاولاني. الدرس الاولاني عندك بيتكلم على حاجه اسمها انواع التفاعلات الكيميائيه. حابب افهمك بس ان احنا الحمد لله خلصنا التمهيد، اتكلمنا عن الفلز واتكلمنا عن اللافلز الحمد لله، واتكلمنا عن المجموعات الذريه، واتكلمنا مصر عن التكافؤات، واتكلمنا على الصيغ الكيميائيه والمعادله مين؟ الكيميائيه. داخلين دلوقتي نتكلم على حاجه اسمها انواع التفاعل الكيميائي. مصر والتفاعل الكيميائي ده ليه انواع، وانا بدرسه لاخواتك في ثانوي ان شاء الله لما توصل لنا ثانوي باذن الله. التفاعل الكيميائي ده يعني ايه في البدايه؟ اصلا لازم نفهم يعني ايه تفاعل كيميائي، وبعد ما نفهم يعني ايه تفاعل كيميائي لازم ناخد انواعه. قال لك ان التفاعل الكيميائي ده هو ليه انواع قال لك ليه انواع كتيره، زي هفهمك دلوقتي. صلي بينا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نركز بقى معايا، احنا خلاص كده بدانا في المنهج، بدانا في المنهج يا بيه. يعني ايه يا مستر تفاعل كيميائي؟ هقول لك. زي ما اتفقت معاك اختنا اللي حرقت الكيكه من شويه، هي عملت ايه عشان تعمل الكيكه دي؟ قالت لها يا مستر جابت دقيق ولبن وبيكنج باودر وسكر وضربتهم في الخلاط وحطت دقيق كمان، عشان مش فاكر قلت دقيق ولا لا. وبعد كده يا مستر حطيتهم في البوتاجاز او في الفرن. اشمعنى؟ اصل دي ظروف التفاعل عشان الكيكه تستوي. وبعد كده الكيكه طلعت فاكلناها فطلعت محروقه والدنيا باظت وخدنا على المستشفى وهكذا، فاهم؟ فاللي حصل هنا ان انت عندك حاجات بتتفاعل مع بعض في ظروف تفاعل عشان تبدا تدي نواتج. فهي دي القصه كلها. تعالى بس معلش اهو، يلا واحده واحده. عندك حاجه اسمها التفاعل الكيميائي. مستر يعني ايه تفاعل كيميائي؟ هقول لك ان انت عندك حاجه اسمها المتفاعلات. يعني وليكن الاي هيتفاعل مع البي، اهو عندك ايه هيتفاعل مع بي، هيدونا مثلا اي بي. تقول لي يا مستر مش موزونه ليه؟ اصل دول 2 A ودول 2 B ودي واحده A وواحده B. خلاص يا عم سهل، اضرب هنا في 2
فبيقولوا 2 A 2 A 2 B 2 B. هقول لك صح يا حبيبي. دول اسمهم ايه بقى؟ تقول لي يا مستر دول اسمهم النواتج. امال دي متفاعلات. خلاص دي يا مستر متفاعلات. واللي على السهم يا مستر هنكتب ايه؟ هنكتب شروط التفاعل. اقول لك كلامك صح بس ناقصه كام كلمه. ممكن تقول لي ايه اللي بيحصل في المتفاعلات عشان النواتج تتكون؟ تقول لي اللي بيحصل في المتفاعلات عشان ابدا اكون الرابطه، ما هي دي اسمها رابطه، عشان ابدا اكون الرابطه اللي ما بين الاي والبي لازم اكسر الرابطه اللي ما بين الاي والاي والبي والبي. فانت في المتفاعلات بيحصل عمليه اسمها عمليه ايه؟ تقول عمليه كسر عشان يبدا يحصل في النواتج تكوين. صح الله ينور عليك. يبقى ركز عرف التفاعل. ايه ده يا مستر وانا هعرف اعرف؟ طبعا هتعرف تعرف، ما انا بفهمك ليه من الصبح. هتقول لي يا مستر هو كسر ايه؟ كسر الروابط. ما انا شايف يا مستر كسر روابط. صح كمل والله انت كلامك صح. دول اسمهم جزيئات. يبقى هو كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. كمل تاني قول يلا. يعني ايه تفاعل كيميائي؟ عمليه كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. قول الله عليك يا حبيب والديك. الله ينور عليك يا اخي. الله يفتح عليك يا اخي. احنا عملنا ايه هنا يا مستر؟ احنا كسرنا الرابطه اللي ما بين الاو والاو فالاو اتفصلت عن الاو. احنا يا مستر مثلا هنا مثلا ده عشان نكون رابطه ده يا عمنا للايضاح عندك ايه اللي حصل؟ هتيجي عند المغنيسيوم والاكسجين هيتحدوا مع بعض كذلك الامر بطريقه ما. هتعرف ان هم عندك عمليه مشاركه او عمليه انا اسف فقد واكتساب الكترونات. هتلاقي ان المغنيسيوم فقد الكتروناته راحوا عند الاكسجين اللي اكتسبهم وكونوا كذلك الامر ربط. فكك من ده انا عايزك تركز لي على دي. هو عمليه كسر روابط في المتفاعلات وتكوين روابط جديده فين؟ في النواتج. خلاص يا مستر معلش سؤال، يعني انا ازاي اعرف ان التفاعل ده حصل؟ اختنا بتاعت الكيكه بقى تاني، اختنا بتاعت الكيكه تاني. هي لما جيت حطيت الدقيق مع اللبن مع البيكنج باودر مع الكلام ده كله، هل ريحه الكيكه كانت ظاهره؟ تقولي لا، ريحه الكيكه ما بتبداش تظهر يا مستر غير لما بتقرب تستوي في الفرن كده الريحه بتظهر. فانت عرفت ان التفاعل خلاص خلص لما شميت الريحه، صح؟ او لما اللون اللي هو كان الدقيق في اللبن ده كان لونه ابيض، صح ولا لا؟ لما اللون ده مستر قلب تقريبا بني، احنا عرفنا ان هنا حصل تغير في اللون، فعرفنا ان التفاعل حصل. او في ريحه طلعت فالتغير حصل. يبقى قال لك يا عمنا اصلا عشان التفاعل الكيميائي يؤدي التفاعل الكيميائي الى تكوين نواتج تختلف في خواصها عن خواص المتفاعلات. اكيد يا عمنا خواص الكيكه مش نفس خواص اللبن والدقيق، صح ولا لا؟ ومش نفس الطعم. طب يا مستر اعرف بقى منين ان التفاعل الكيميائي ده حصل؟ قال لك يا عمنا عندك 5 حاجات. رقم 1 الماده ممكن لونها يتغير. الماده لو لونها اتغير يبقى في تفاعل كيميائي حصل. او ريحه تطلع، او غاز يطلع، او عندك تكوين راسب. ايه موضوع تكوين راسب ده؟ هتعرف ان في نوع من انواع التفاعلات لما المواد بتتفاعل مع بعض بيبدا راسب يتكون عندك تحت، حاجه بتترسب تحت، او غاز يتصاعد عندك، تمام. او ممكن يحصل ضوء وحراره، زي لو جبت حته صوديوم، اكيد انت بتسمع شرع العلوم، لو جبنا حته صوديوم رميناها في الميه يا مستر دي بتفرقع، بتطلع ضوء وحراره شديده كده وبتعمل فرقعه عاليه. فعشان كده بقول لك لو حصل انبعاث ضوء او حراره ضوء وحراره وتكوين راسب او تصاعد غاز او انبعاث رائحه او تغيير لون في الماده، ده معناه التفاعل الكيميائي حصل. تقول يا مستر هم لازم ال5 يحصلوا مع بعض؟ اقول لك لا، يكتفي بواحده اصلا، تمام. فعندك ممكن يحصل تغير لون في الماده بس، او انبعاث رائحه بس، او تصاعد غاز بس، او تكوين راسب بس، او انبعاث ضوء وحراره بس، او ممكن كذا واحده مع بعض. يعني الموضوع عادي، تمام. ركز بقى معايا وصلي بينا على النبي. يا رب يكون المايك شغال. المايك شغال، يلا. دخلنا بعد كده عندك على حاجه اسمها انواع التفاعلات الكيميائيه. ايه انواع التفاعلات الكيميائيه دي؟ لا يا عمنا دي فيها انواع، فيها قصه هنا. قال لك التفاعلات الكيميائيه احنا هنصنفها. طب انت هتصنفها ليه؟ يعني ليه مش تفاعل واحد وخلاص؟ يعني ليه هتفضل تقول لي في نوع اسمه كذا وفي نوع اسمه كذا وفي نوع اسمه كذا وفي نوع اسمه كذا؟ قال لك افهم بقى، هو كل الذرات لما بتيجي ترتبط مع بعض بترتبط بنفس الطريقه؟ تقول لي لا. فهو بسبب ان في اصلا بص قال لك ايه؟ تصنف التفاعلات الكيميائيه تبعا لكيفيه اعاده ارتباط الذرات او الايونات ببعضها البعض. يعني مش فاهم يا حبيب قلبي، احمد مش زي الحاج احمد، وام احمد برضو مش زي بنتها. مش فاهم. هقول لك يا عمنا في ذرات بترتبط مع بعض بطريقه معينه، في ذرات بترتبط مع بعض بطريقه غيرها، في ايونات بترتبط بطريقه غيرهم. فبسبب اختلاف يا عمنا طريقه الارتباط حصل اختلاف في انواع التفاعلات الكيميائيه. فهمتك يا مستر؟ ايه بقى انواع التفاعلات الكيميائيه؟
قال لك عندك حاجه اسمها الاتحاد المباشر. يعني اتحاد مباشر يعني اكيد حاجات هتتحد مع بعض وهتطلع لنا حاجه واحده. عندك حاجه اسمها تفاعل الانحلال. ايه ده انحلال؟ هتمشي على هتمشي على حل شعرها؟ لا مش بالظبط، مش انحلال اللي هو كده. الانحلال ده اللي هو حد هيحل محل حد. يعني حد مش فاهم. يعني يا عمنا انت في ديسك زميلك قاعد جنب حد وانت قاعد في الديسك اللي جنبهم لوحدك فرداني، وانت ربنا مديك القوه والصحه وراجل مفتري، فجيت عند الشخص اللي قاعد جنب زميلك كده رحت راميه بره وقعدت جنب زميلك كده، انت حليت محله. ده تفاعل اسمه تفاعل الاحلال. او مثلا هناخد ليه مثال تاني دلوقتي. عندك تفاعلات الاحلال. احنا قلنا الانحلال صح؟ احنا هنتكلم في الانحلال والاحلال. ده تفاعل احلال، انا اسف لك. ده تفاعل مين؟ ده تفاعل الاحلال، ان انت بتحل محل حد. انا اسف لك عشان انا عكست لك. سيبك من الانحلال دلوقتي. انا بقول لك ان انت عندك مثلا زميلك قاعد جنبه حد، وانت طردت الحد ده بره وقعدت مكانه، حليت محله. يبقى ده نوع التفاعل اسمه تفاعل ايه؟ الاحلال. والاحلال دي انواع، خلي بالك. عندك احلال بسيط وعندك حاجه اسمها احلال مزدوج. يعني ايه؟ يعني مثلا بص ادي انت اهو. مثلا تعال نبداهم من اول. انت ايه اتفاعلت مع بي فدت مثلا سي، كده مادتين او اكثر اتحدوا مع بعض وادت ماده واحده، يبقى ده تفاعل اتحاد مباشر. طب بالنسبه للاحلال البسيط، معاك مثلا ادي اهو انت اهو، وادي مثلا زميلك واللي قاعد جنبه مرتبطين مع بعض. انت مثلا طردت الراجل اللي قاعد جنب زميلك، طردته بره اهو. تمام فاهمني؟ وانت قعدت جنب زميلك اهو، فانت كده حليت محل البي، يبقى ده تفاعل اسمه تفاعل احلال بسيط. امال ايه الاحلال المزدوج ده؟ خلاص الاحلال المزدوج هيبقى عندك ان انت عندك مركبين مثلا اي بي اهو، اي بي زائد سي دي. ايه اللي هيحصل؟ ايه يعني ايه احلال؟ قلت لك احلال يعني استبدال. مثلا الاي هتاخد الدي والبي هتاخد السي اهو، وادي البي هتاخد السي، فهيبقى عندك مين؟ الاي هتاخد الدي هتبقى اي دي، والسي هتاخد البي فهتبقى سي بي. تمام؟ خش عندك على الانحلال اللي احنا لخبطنا فيه في البدايه. يعني ايه بقى انحلال؟ قلت لك انحلال مش معناها ماشي على حل شعرها، مش حاجه قليله الادب. امال ايه؟ انحلال معناه ان انت بتسخن. معاك ماده وليكن الماده ايه، هتسخنها هتطلع لك مثلا اكتر من ماده، طلعت لك بي زائد سي. طب انا تهت، واقسم بالله انا تهت منك. بص يا عمنا، لو معاك مادتين او اكثر هيتحدوا مع بعض فيطلعوا ماده واحده، ده اسمه اتحاد مباشر. لو معاك ماده واحده هتسخنها فتطلع لك مادتين او اكثر، او الماده دي هترجع الى عناصرها الاوليه، يعني الحاجه اللي كانت عليها، ده اسمه انحلال حراري. لو معاك عنصر هيحل محل عنصر، ده اسمه احلال بسيط. لكن لو معاك مركبين، البعيد هياخد البعيد والقريب هياخد القريب، هيحلوا محل بعض، ده اسمه احلال مزدوج. فهمتك؟ احنا النهارده هناخد الاتحاد المباشر وهناخخد الانحلال. تفاعل الاحلال البسيط وتفاعل الاحلال المزدوج هناخده الحصه اللي جايه. خلي بالك ان في كمان نوع تاني والله من انواع التفاعلات الكيميائيه اسمه الاكسده والاختزال، ودي على فكره ان شاء الله هيكون لنا قصه معاها. قال لك يساعد هذا التصنيف على فهم كيفيه حدوث التفاعل والتنبؤ بنواتج تفاعلات كيميائيه. ما انت لما هتفهم اللي هيحصل هنا اتحاد مباشر ولا انحلال ولا احلال بسيط او احلال مزدوج، هتبقى اكيد متوقع ايه اللي هيطلع في النواتج، صح؟ فهو بيقول لك يساعد التصنيف ده ان انت تعرف ازاي التفاعل ده بيحصل، وكمان تتنبأ بنواتج تفاعلات كيميائيه اخرى. علم الحته دي عشان هي مهمه. نبدا رقم واحد، عندك تفاعلات الاتحاد المباشر. قلت لك يعني اتحاد مباشر، قلت لي مادتين او اكثر هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا كام ماده؟ ماده واحده اهي. تفاعلات تتحد فيها مادتين او اكثر عشان يكونوا ايه؟ يكونوا مركب جديد. اهو مثلا A زائد B دول في المتفاعلات اتحدوا مع بعض فكونوا لنا AB. ادينا مثال يا مستر. معاك الكربون هيتفاعل مثلا مع غاز الاكسجين. خلي بالك ان الاكسجين بيتكتب O2، وارجع للكورس التاسيس بالله عليك اهو. C زائد O2 هيدينا مثلا ثاني اكسيد الكربون اهو CO2، وهتلاقي المعادله موزونه. دول مادتين او اكثر اتحدوا مع بعض فكونوا ماده واحده، يبقى نوع التفاعل ده اتحاد مباشر. تمام. زي مثلا عندك تفاعل الفلزات مع الاكسجين، زي مين. تعال نجيب صفحه فاضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جيت قلت لك كده المغنيسيوم هيتحد مع غاز الاكسجين، والحديد هيتحد مع غاز الاكسجين، وعندك النحاس هيتحد مع غاز الاكسجين. خلي بالك ان الماده لما بتتحد مع الاكسجين التفاعل ده بيكون عندك احتراق.
هو اتحاد بس ده من نوع الاحتراق. كمل بس معايا، فكك من الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. ده مغنيسيوم هيتحد مع الاكسجين، يبقى اكيد يا مستر هيدينا حاجه اسمها اكسيد المغنيسيوم. كده كده المغنيسيوم ثنائي والاكسجين ثنائي فراحوا مع بعض. تعال نوزن المعادله، دول كام اكسجين يا حبيبي؟ 2. دي كام اكسجينه؟ 1. فهضرب هنا في 2. بيبقوا كام مغنيسيوم يا حماده؟ 2. فهضرب هنا في 2. ده التفاعل الاول، تفاعل احتراق شريط من المغنيسيوم في وجود وفره من غاز الاكسجين. ماشي. نوع التفاعل هنا مادتين او اكثر اتحدوا مع بعض فطلعوا ماده واحده، يبقى التفاعل نوعه اتحاد مباشر. قشطه عليك. خلي بالك ان الماده دي اسمها ماده اكسيد المغنيسيوم، ودي ماده صلبه، لازم تحفظ الحاجات دي. لونها ابيض اهو، لونها ابيض. ركز بقى معايا. طب الحديد لما هيتحد مع الاكسجين، قال لك الحديد لما بيتحد مع الاكسجين بيكون لك يا عمنا مركب اسمه مركب المجناطيت، وده انت هتحفظه معايا، صيغته Fe3O4. احفظه، عليك في المنهج تحفظه كده. ده ان شاء الله هناخده في ثالثه ثانوي، اسمه المجناطيت او ليه اسم تاني اسمه اكسيد الحديد المغناطيسي. احفظ الاسم ده، اكسيد الحديد المغناطيسي او المجناطيت او المجناطيت. تعالوا نوزن كام حديده؟ 3. كام حديده؟ 1 اضرب في 3. كام اكسجينه؟ 2. كام اكسجينه؟ 4 هضرب في 2. كده المعادله موزونه. طيب تعالى تحت، ده النحاس هيتحد مع الاكسجين فهيدينا اكسيد النحاس CuO. النحاس ثنائي والاكسجين ثنائي فهيطيروا مع بعض. تعال نوزن، 1 نحاس 1 نحاس 2 اكسجين 1 اكسجين، فهضرب كام يا حماده؟ في 2. بيو 2 نحاس فهضرب هنا في 2. المعادلات دي يا عمنا هم اللي عندك في الاتحاد المباشر. يلا نجيب صفحه بتاعتنا تاني ونقراهم واحده واحده بالتفصيل كاني ما شرحتش. بص قال لك ايه؟ عرض كل مما يلي الى لهب بنزين. لهب بنزين ده نوع من انواع اللهب عندك اللي احنا هنعرض له شريط من المغنيسيوم المصنفر، مصنفرينه. ادي شريط من المغنيسيوم عرضناه للهب بنزين. بص عمل ايه؟ ضوء مبهر. سبحان الله. فاهم؟ الملاحظات قال لك يشتعل شريط المغنيسيوم بسرعه عشان المغنيسيوم ده فلز نشط، ويحترق بلهب ابيض ساطع اهو. عشان كده بص بيقول لك ايه؟ ضوء مبهر. ويكون عند تمام احتراقه ماده بيضاء اللون من اكسيد المغنيسيوم اللي هو الMgO. طب يا مستر بالنسبه للحديد قال لك هات قطعه من الصوف الفولاذي. يا مستر انت مش قلت حديد؟ يلا الصوف الفولاذي اللي هو سلك المواعين، اللي انت شفت يد لما بتيجي كده في الاعياد او في رمضان تمسك سلك المواعين وتقعد تولع فيه وتقعد تلف البتاع ده كده وتبقى فرحان بيه. هي نفس القصه اهو، ادي سلك المواعين بنولع فيه. هي دي قطعه من الصوف الفولاذي اللي هو سلك تنظيف، سلك مواعين ياض اهو. قال لك تحترق قطعه الصوف الفولاذي مكونا شرر واضح، عشان الحديد يعني تقريبا عنصر متوسط النشاط. ما هي دي حاجه ناخدها ان شاء الله في انواع التفاعلات الكيميائيه او سرعه التفاعل الكيميائي. في تفاعل سريع زي ده، في تفاعل متوسط زي ده، وفي تفاعل بطيء زي اللي هناخده تحت. قال لك اهو وينتج اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو Fe3O4 بصفه اساسيه. طب بالنسبه سلك من النحاس قال لك لا يحترق سلك النحاس بلهب مري. ليه؟ اصل النحاس ده عنصر بروتة قليل النشاط، لا يحترق سلك النحاس بلهب مرئي، ولكن يتكون على سطحه، اهم كلمه دي تعرفها، طبقه سوداء. امال يد اكسيد المغنيسيوم ده كان ايه؟ لا ما تنساش، هتنسى من اول السنه، ماده بيضاء. يبقى دي ماده بيضاء لكن دي ماده سوداء. تمام؟ ده بيعمل شرر واضح اهو. تمام كده يا مستر؟ فهمت يا مستر؟ الحمد لله. ادي عندك المعادلات اللي انا بتكلم عليها. عندك ادي المغنيسيوم مع الاكسجين كون اكسيد المغنيسيوم ابيض اللون، لكن ده اسود مين؟ اللون. طب تمام جدا جدا. قال لك بص تختلف درجات النشاط الكيميائي للفلزات ويتضح ذلك من شده التفاعل. مين اللي كان تفاعل عامل ضوء مبهر؟ المغنيسيوم، عشان كده هو انشط واحد. تلاقي ان المغنيسيوم انشط من الحديد اللي كان عمل شرر، والنحاس ما طلعش اصلا يا مستر عندك اي حاجه. بص النحاس قال لك لا يحترق السلك بلهب مري، فعشان كده تلاقي ان النحاس اقل واحد في النشاط. يبقى رتب من حيث النشاط، مين اكثرهم نشاط؟ المغنيسيوم. مين اللي اقل منه؟ الحديد. مين اللي اقل خالص؟ النحاس. الله ينور عليك، والله يفتح عليك، والله يكرمك يا رب وتقفل باذن الله اخر السنه وتدعي لنا دعوه خير. قال لك احتياطات الامن والسلامه ايه؟ هنعمل ايه يا عم؟ ده احنا بنلعب بالسلك في الشارع. ان انت هتلبس نظارات واقيه وتجنب الاطاله للنظر، يعني ما تفضلش باصص في التوهج اللي بيحصل ده، لان احتراق المغنيسيوم ينتج ضوء عالي الشده مصحوب باشعه فوق بنفسجيه ممكن تعمل مشكله عندك في شبكيه مين؟ العين. طيب دخلنا عندك في السؤال رقم 2 او في النوع الثاني من انواع التفاعلات اللي هو تفاعلات مين؟ الانحلال. فكرني كده معلش، احنا خدنا ايه؟ احلال، انا اسف، خدنا ايه؟ خدنا اتحاد مباشر. دلوقتي بناخد ايه؟ بناخد الانحلال. والحصه الجايه هناخد ايه؟ هناخد بامر الله المتبقي عندك من انواع التفاعلات مين؟ الكيميائيه. ركز بقى معايا وصلي بينا على النبي وفوق. يلا يا حبيب قلبي خش عندك على ثانيا تفاعلات الانحلال. يا مستر والله مش محتاجه شرح. انحلال يبقى انا يا مستر معايا ماده هتنحل بالحراره.
تمام، هتدينا مادتين او اكثر. يعني مثلا عندك A B دي متفاعلات هتديها طاقه. مثلا انت مش قلت حراره؟ يلا ما هو الحراره صوره من صور الطاقه، تخش الناس تضحك علينا بقى. ادي المتفاعلات هتديها طاقه، فمثلا اهي انحلت ادتنا A لوحدها وB لوحدها في النواتج، كذلك الامر. بص يا عمنا، يعني تفاعلات الانحلال قال لك دي تفاعلات تتفكك، انحلال تتفكك فيها بعض المركبات الى مكونات ايه ابسط باستخدام طاقه حراريه او ضوئيه. طب ادينا امثله. عندك مثالين، هناخد حاجه اسمها الانحلال الحراري لبعض اكاسيد الفلزات، وهناخد حاجه اسمها الانحلال الحراري لبعض كربونات الفلزات. ماشي يا مستر، طب انا اعرفهم ازاي؟ افهم النظري، افهم النظري كويس قوي وهتعرف تكتب المعادله. قال لك لو انت معاك اكسيد فلز، معاك اكسيد ايه؟ فلز، يعني الفلز متحد مع الاكسجين، تمام، سخنته، فالاكسيد والفلز بينفصلوا عن بعض، الاكسيد بيقلب اكسجين او غاز الاكسجين اللي هو الاو 2، والفلز بيطلع لوحده. زي مثلا عندك اكسيد الزئبق الاحمر او اكسيد الزئبق الاحمر اللي هو الاتش جي او. قال لك اكسيد الزئبق الاحمر ده لما بيتسخن بيتفك، بيديك زئبق واكسجين، بس الاكسجين بيبقى هو الاو 2 او 2. يلا ننزل المعادله، دول 2 او، دي واحده او هضرب في 2، دول كده 2 زئبق فهضرب هنا في 2. خلي بالك على فكره، لو انت ما تعرفش الزئبق الطبيعي في لونه، الزئبق لونه فضي، الزئبق لونه فضي، لكن اكسيد الزئبق لونه احمر. يبقى ركز، اكسيد الزئبق لونه ايه؟ احمر، لكن الزئبق لونه ايه؟ فضي. فعشان كده بقول لك ماذا يحدث او ما التغير اللوني. هنا انت عرفت التفاعل حصل ازاي، في لون اتغير، كان احمر بقى فضي. تمام، بص بقول لك ايه، عندك الانحلال الحراري لاكسيد الزئبق الاحمر، ينحل مركب اكسيد الزئبق الاحمر اهو، ادي اكسيد الزئبق الاحمر انحل بالحراره وادانا ايه؟ زئبق لونه فضي لو انت مش شايف اهو، ويتصاعد غاز الاكسجين. وخلي بالك ان غاز الاكسجين ده عديم اللون، بس الاكسجين لما بيطلع بيساعد على الاشتعال، ده قالك بيزيد من توهج عود الثقاب المشتعل. تمام، ادي عندك مثال. طب بالنسبه يا مستر لكربونات الفلزات، يعني ايه كربونات فلزات؟ كربونات يعني سي او 3. كربونات فلزات، اديني مثلا مثال. هوديك مثلا مثال كربونات، عندك فين؟ عندك كربونات الكالسيوم. هنقول كربونات الكالسيوم، ادي الكالسيوم وادي الكربونات. قال لك الكربونات اهو، كربونات الفلزات، كربونات الفلزات لما بتنحل بتديك اكسيد الفلز زائد ثاني اكسيد الكربون، اللي هو ثاني اكسيد الكربون، انا اسف، ثاني اكسيد الكربون. يبقى ركز، لو معاك كربونات فلز، كربونات فلز لما بتنحل تدي اكسيد الفلز. يبقى بص اهي، دي كربونات الفلز، كربونات الكالسيوم لما تنحل بص اللي هيحصل، هتدينا اكسيد الفلز، يعني هتدينا اكسيد الكالسيوم. الكالسيوم كده كده ثنائي والاكسجين ثنائي فهيروحوا مع بعض، وهتدينا ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون رمزه ايه؟ سي او 2. بص عشان تبقى فاهم ان انت ماشي صح، سي او 2 زائد سي اي او اهو، واحده كالسيوم واحده كالسيوم، واحده كربون واحده كربون، 3 اكسجين 3 اكسجين. فهتلاقي بص ان انت كان معاك ماده واحده انحلت اديتك مادتين، يبقى نوع التفاعل ده تفاعل انحلال اهو. الانحلال الحراري لبعض كربونات الفلزات، عندك مثلا كربونات الفلزات لما تنحل هتديك اكسيد الفلز زائد غاز ثاني اكسيد مين؟ الكربون. عايزك تعرف ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده انت عارف ان هو ازاي اعرفه؟ هتقول لي كده ده غاز، طب معلش غاز ده عديم اللون، اعرف ازاي ان التفاعل حصل؟ سهله وبسيطه. ازاي؟ غاز ثاني اكسيد الكربون حضرتك عارف ان هو يعكر ماء الجير الرايق، يا ده يا رايق. بس خلي بالك الكلام ده لما هتمرره لفتره قصيره اهو. بص، الانحلال الحراري لكربونات الكالسيوم ينحل مركب كربونات الكالسيوم بالحراره الى اكسيد مين؟ الكالسيوم، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون عديم اللون الذي يعكر ماء الجير الرائق عند امراره عليه لفتره قصيره. اعتقد الحمد لله احنا كده يعتبر خلاص خلصنا الجزء الاول تفاعلات الحل البسيط. هناخد الحصه الجايه في نهايه الفيديو. يا رب اكون كنت ضيف خفيف لطيف ظريف عليك. ده مش اول فيديو لينا، انا اسف، ده مش اخر فيديو لينا، بل ده اول فيديو لينا. افكرك ان انت لازم تخش عندك على جروب الواتساب، عشان لو حضرتك عندك اي سؤال تقدر تبعت لنا والاسيستنت هيرد عليك، او انا بامر الله هرد عليك. اتمنى ان انت تكتب لي كومنت حلو بحيث ان احنا نشوف كده ان شاء الله نكمل معاكم باذن الله المنهج طول السنه باذن الله مجانا. ولا انتم محتاجين نعمل معاكم ايه؟ اي حد عنده افكار، اي حد عنده اي فكره حابب ان احنا ننفذها برضو تبقى في الحصه، عايزين نعمل لكم التفاعلات جوه الحصه نعملها. كان معاكم اخوكم محمود صابر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.